السلام عليكم. هذا الفيديو راح نحكي على قانون الساين العام وقانون الكوساين العام أو بيقولوا لهن باختصار وبالعبري مشبات سينوسين ومشبات أكوسينوسين. طيب نبلش في أول فيديو راح يكون على قانون الساين العام. قانون الساين العام طبعا مشبات سينوسين بقول هيك: عندي مثلث أطوال الأضلاع A و B و C، قبال ال A في زاوية ألفا، قبال ال B في زاوية بيتا، قبال ال C في زاوية جاما. القانون بقول هيك: A على ساين ألفا نفسه B على ساين بيتا نفسه C على ساين جاما نفسه 2R. الR نصف قطر الدائرة الحاصلة للمثلث. هذا هو يا جماعة القانون، اسمه قانون الساين العام. وأنت بستخدمه إذا معطيني طول ضلع وزاويتين في المثلث بقدر بواسطته إلى باقي الأضلاع. مثلا معطينا على الضلع A والزاوية إذا معطينا زاويتين في المثلث أكيد بقدر أعرف الثالثة، يعني كل الزوايا معطية، فساعتها بيكون مثلا A على ساين الألفا نفسها B على ساين بيتا. ال A معروف، ألفا معروف، بيتا معروف، فبيطلع عندي المجهول B بلكي. فهون أول حالة باستعمل فيها القانون. تاني حالة إذا معطيني الضلعين وزاوية مقابل أحدهما بقدر ألاقيه عشان ألاقي باقي الزوايا. معطيني مثلا ضلعين ال A وال B، معطيني الألفا، حسب القانون بقدر ألاقي البيتا لأنه A على ساين ألفا نفسها B على ساين بيتا. فإذا ال A معروف والB معروف والألفا معروف بقدر ألاقي بيتا. إذا لقيت بيتا بقدر أروح ألاقي الجاما، من بعدها بقدر ألاقي كل شيء ناقص في المثلث. تالت شغلة، لو معطى ضلع وزاوية قباله بقدر ألاقي نصف قطر الدائرة الحاصرة. إذا معطيني ال A والألفا بقدر ألاقي نصف قطر الدائرة الحاصرة. كيف؟ ما هي A على ساين الألفا نفسها 2R، فإذا A معروف الألفا معروفة، A على ساين الألفا معروف، بقدر ألاقي 2R. نيجي لمثال. معطى المثلث ABC، الزاوية ABC 30، طول ال AC 5، طول ال AB 10. جد باقي الزوايا والأضلاع، وجد نصف قطر الدائرة الحاصرة ونصف قطر الدائرة المحصورة. هذا المثلث، اسم المثلث ABC، طول ال AB 10، طول ال AC 5، الزاوية B 30. بفرض الزاوية ACB ألفا، لسه بقدر أطبق من هون قانون الساين العام. ال AC على ساين الزاوية اللي قباله، AC على ساين ال 30 نفسه ال AB على ساين الزاوية اللي قباله اللي هي ألفا. ال AC يحط محله 5، ساين ال 30 نص، ال AB يحط محله 10، بصير 5 على نص يساوي 10 على ساين الألفا. 5 على نص كان أضرب في المقلوب 5 في 2، بصير 10 يساوي 10 على ساين ألفا، اضرب ساين ألفا، 10 ساين ألفا يساوي 10، ساين ألفا يساوي 1. لما ساين ألفا يساوي 1 الزاوية ألفا هي 90 درجة، والزاوية اللي بتضل هي 60 درجة. فعشان هيك لكين الزوايا. تعال نلاقي باقي الأضلاع. بلاقي البي سي بطبق قانون الساين كمان مرة يا جماعة. بي سي على ساين ال60 اللي قباله نفسها اي بي على ساين ال90 إياها. فساين 60 جذر 3 على 2 بصير بي سي على جذر 3 على 2 تساوي 10 على 1، 1 وساين ال90. فالبي سي بصير 10 بجذر 3 على 2، 10 على 2 5، بضل البي سي هو 5 جذر 3. هيك لقيت كل الأضلاع المثلث وكل الزوايا. نيجي نلاقي نصف قطر الدائرة الحاصرة. طبعا كنا بأي ضلع على ساين الزاوية اللي قباله بيطلع 2R. خد ال AC على ساين الزاوية اللي قباله 30 بيطلع 2R. ف AC على ساين 30 بيطلع 2R. ال AC 5، 5 على نص يصير 5 في 2 اللي هي 10. 10 يساوي 2R، من هون الR بيطلع 5. هيك لقينا نصف قطر الدائرة الحاصرة. تعال بالآخر هسه نلاقي نصف قطر الدائرة المحصورة. هون شغلة ملهاش دخل بقانون الساين، بس منيح تعرفوها، فيها قانون حلو. نجد نصف قطر الدائرة المحصورة، المحصورة مش الحاصرة يا جماعة. هسه لقيت أنا الحاصرة قبل شوي، هسه بدي ألاقي نصف قطر الدائرة المحصورة. نجد نصف قطر الدائرة المحصورة بوصل القانون التالي:
R هو نسبة طول الدائرة المحصورة، R في نصف المحيط يساوي مساحة المثلث. هذا القانون بقدر أبرهنه بسهولة. كيف بدرس إزاي ببرهن لكم إياه جدًا سهل إشي نعمله. أو إذا ضل معنا وقت بابرهن هذا القانون. آآ طبعًا R نسبة طول الدائرة المحصورة، يعني القانون بيقول R المحيط هو AB زائد AC زائد BC على 2 لأنه مكتوب هون نصف المحيط، يساوي مساحة المثلث. مساحة المثلث AC في BC على 2 لأنه المثلث قائم الزاوية يا جماعة، باضرب القائمين وباقسمهن على 2. فالAB أحط محله 10، AC أحط محله 5، الBC أحط 5 ضرب 3، AC طوله 5، الBC 5 ضرب 3. طبعًا بصير عندي هون R في 15، أول شي في 2 في المقامات بتتخلص منها، بصير R ضرب 15 زائد 5 جذر ال3 وبالجهة التانية 25 جذر ال3. في هون غلطة هسه بنصلحها. وصلنا إحنا يا جماعة R في 15 زائد 5 جذر ال3 يساوي 25 جذر ال3، 25 ضرب جذر ال3. فبصير عندنا الR يساوي 25 جذر ال3 على 15 زائد 5 جذر ال3. بقدر أخذ البسط والمقام على 5، اقسم لي البسط على 5 ضل 5 جذر ال3، اقسم لي المقام على 5، 15 على 5 3، 5 جذر 3 على 5 جذر ال3. هيك بنكون لقينا R نسبة قطر الدائرة المحصورة وأنهينا السؤال. هذا هو لليوم. قدام رح نرد ناخد أسئلة على قانون الساين العام وقانون الكوساين العام. يعطيكم العافية.